هل عمرك سألت نفسك هل حياتك دي باختيارك ولا انت ماشي في الطريق اللي المجتمع رسمه؟ هل ممكن الإنسان يعيش عمره كله وهو مش عارف هو عايز ايه؟ النهاردة هنتكلم عن ليه ناس كتيرة حاسين ان هم تايهين في حياتهم وان حياتهم عبارة عن روتين وانهم يعني بيدرسوا بيشتغلوا حاجات مش بيحبوها عشان المجتمع متوقع منهم كده او عائلتهم او المقربين منهم. فاتفرجوا على الحلقة الأخيرة عشان تستفادوا بحاجة من الحوار اللي هنتكلم فيه النهاردة. انا وضوحة. أنا وضوحة. أهلا بيكم في بودكاست ظبط وكلمني، معاكم الهوست ماكسز والكو هوست دوحة. يعني زي ما قلنا هنتكلم عن إن ليه ناس كتير تايهين في حياتهم، إن الناس حاسين إن مفيش هدف من حياتهم وإنهم بيعملوا حاجات عشان مجرد الناس متوقعين إن هم يعملوها، أو إن هم اتولدوا عيلتهم قالوا لهم لازم تعملوا كده، اللي هو المسار الافتراضي اللي هو كمثال تروح المدرسة بعدها الكلية بعدها تشتغل بعدها تتجوز بعدها تخلف. عايزين نقول فعلا، يعني نبتدي بأول سؤال اللي هو هل فعلا احنا اخترنا الطريق ده ولا الطريق ده حد تاني هو اللي اختاره لنا؟ وهل مثلا في طريق بديل للطريق اللي هو اللي يعني 90% من الناس ماشيين عليه، ولا في طريق تاني ممكن يضمن لك ان انت تعيش حياة ناجحة اكتر وراضي عنها اكتر؟ هو انا بحاول الصراحة ابعد بعيد عن اوامر المجتمع، وبصراحة انا اهلي مساعديني في ده، مش بيضغطوا عليا ومش بيضايقوني يعني في حاجة، فيعني الموضوع ماشي معايا يعني. اول حاجة انا مثلا عملتها دخلت الكلية اللي انا عايزها. لما كنت برضو في ثانوي دخلت ادبي زي ما كنت عايز، فمفيش ضغط جه عليا من اي حاجة يعني من اي حد. هي فكرة كلام جميل، وانا برضو اقدر اقول ان انا تجربتي كانت مماثلة ليك. يعني دخلت الكلية اللي انا عايزها، اخترت التخصص اللي انا عايزه، يعني عيلتي كانوا مدعمين الحتة دي. بس الفكرة ان تحس ان انت ماشي في مسار برضو انت مش مختاره. يعني عاملة زي ايه، كأن واحد اداك طبق فول وطبق جبنة وبيقول لك اختار حاجة من الاتنين دول، فانت هتقول ماشي انا هختار الجبنة. بس برضه هتلاحظ ان دي في حد ذاتها مغالطة الابيض واسود، اللي هي عبارة عن ايه، اللي هو ان حد يعني بيوهمك ان انت اخترت المسار اللي هتمشي فيه، بس انت ما اخترتش حاجة. انت من الاول والاخر هو اداك اختيارين بس مفيش غيرهم. ده مش معناه ان مفيش اختيار تالت مثلا، يعني اكيد في اختيار تالت ورابع وخامس وسادس. ده فعلا يعني اجابتي على اللي هو هل احنا اخترنا الطريق ده فعلا ولا لا. انا شايف ان احنا ما اخترناش الطريق ده ولا حاجة. هو ده اللي المجتمع فرضه عليك برضه يعني، سواء انت حسيت بده او لا، بس اللي انت بتحس بيه اكتر ان هو مفروض عليك يعني. لما مثلا بتلاقيه، مثلا لما بتلاقي الاهل يقول لك انت تخش يا طب يا هندسة، مفيش حاجة تانية. فكرة ان في حاجات متعددة جدا ممكن تقدر تعملها بعيدا عن المسار الافتراضي اللي المجتمع عمله لك ده. يعني ممكن تقول مثلا لا انا مش هكمل تعليم، انا هطلع يوتيوبر. انا ممكن اتعلم لي مهارة في البرمجة او تسويق او اي حاجة من الكلام ده وابقى فريلانس مثلا. في حاجات كتيرة اكتر من المسار الافتراضي اللي متحدد قدامك ده. يعني مش لازم تمشي في مسار التعليم الرسمي والكلام ده. ممكن انت بنفسك تعلم نفسك مهارة وتشتغل بيها. ونقدر نلاحظ كده في الأشخاص الناجحين. يعني عندك مارك زكربيرج مثلا ما كملش الجامعة بتاعته. هو صح جه بعدها أخد الشهادة بعد ما يعني أسس فيسبوك وبقى ملياردير. ما اعرفش أصلا هو أخد الشهادة ليه في الآخر يعني ما كانش ليها لازمة أساسا. الفكرة إن هنلاحظ إن ناس كتير ناجحين نجحوا عشان خرجوا عن المسار الافتراضي اللي المجتمع عمله لهم. ناس كتير من المليارديرات اللي موجودين في العالم دلوقتي، في منهم اللي ما كملش تعليمه، في منهم اللي ما اشتغلش الوظيفة اللي عيلته قالوا له يشتغلها، في منهم اللي خرج عن المسار خالص. يعني أنا شايف فعلا إن النجاح يعني أنت شايف يا دوحة إن النجاح ليه صورة واحدة ولا صور متعددة؟ هو النجاح ده انت اللي بتحدده. يعني انت لو مثلا شايف ان انت كده نجحت، فخلاص يبقى انت كده محقق الجولز بتاعتك. لكن لو ما حققتهاش وشايف ان انت فاشل، يبقى انت فاشل. الفكرة برضه يعني زي ما انت قلت،
النجاح ده انت اللي المفروض تحدده، مش حد غيرك. يعني انت ممكن حرفيا تكون بقيت شغال وظيفة بتقبض فيها بفلوس كتيرة، اخدت الشهادات كلها وتلاقي المجتمع باصص لك كده، اللي هو ده الشخص ده ناجح، بس انت تيجي تبص على نفسك تلاقي نفسك مش فرحان، تلاقي نفسك بتعمل حاجة مش بتحبها. هل ده معناه ان انت نجحت فعلا عشان مجرد الناس بيقولوا لك ان انت ناجح؟ يعني طالما انت مش راضي عن نفسك، انا شايف ان انت ما نجحتش. انت كسبت آراء الناس بس خسرت نفسك في الموضوع في المسار اللي انت مشيت فيه ده. هو برضو لازم برضو نوضح ان احنا مش ضد ان انت تكمل الكلية او كده، احنا بنقول ان انت تعمل اللي انت حابه بس، واللي انت شايف انك لما تعمله انت كده هتبقى ناجح. مش بنقول ان انت تسيب الكلية او ما تكملش. دي نقطة حلوة جدا. يعني ناس كتير عملوا الحركة دي. تلاحظوا ان في مثلا ناس يوتيوبرز مشهورين، في منهم اللي كان بيتعلم في الكلية اثناء وهو بينزل فيديوهات على اليوتيوب، ونجح في اليوتيوب فأنسب التعليم. يعني مشي بتزامن في المسارين دول مع بعض، اللي هو انا ماشي في مسارين اهو، اللي انجح فيهم من يعني المسار منهم اللي انجح فيه هو اللي هكمله لغايه الاخر، فتلاقيه نجح في اليوتيوب فيقوم يفرح لك بقى، اللي هو انا نجحت في حاجه اللي انا كنت فعلا حاببها اكتر من المسار بتاع التعليم. فتلاقيه بقى يقول لك ايه، خلاص انا هسيب التعليم واكمل يوتيوب. يعني عندكم كمثال واحد يوتيوبر اسمه مستر بيست. مستر بيست ده كان في ثانويه عامه، كان في نفس الوقت بينزل فيديوهات على اليوتيوب، وكان مصور فيديو ليه نزله، يعني خلى الفيديو ان هو ينزل بعد 10 سنين 10 سنين. والفيديو كان عبارة عن ايه، هو عمال يتكلم فيه بيقول انا دلوقتي سايب المذاكرة وعمال اعمل اديت لفيديو كده انزله، وطبعا بيأمل ان القناة بتاعته تكون كبرت بعد 10 سنين، وانه ما يندمش على القرار اللي هو عامله في لحظتها. وكمان كان بيعمل حاجة كان بيحبها فنجح فيها جامد. يعني دلوقتي عنده قرب 200 مليون سبسكرايبرز ولا حاجة زي كده. عدد كبير يعني. آه، عشان مشي في المسار اللي هو بيحبه. بس يعني زي ما انا قلت برضو، ده مش معناه ان انت تتهور وتسيب التعليم. يعني شوف انت بتحب ايه اعمله بجانب التعليم. ممكن تلاقي للاسف ان التعليم ممكن يعوقك عن المسار اللي انت بتحبه فعلا، ده ممكن تحصل كتير. ساعتها انت ثق في الانستنكتس بتاعتك، اللي هو اسمه ايه ده، ثق في الغريزة بتاعتك. ثق في الغريزة بتاعتك وقتها، واعمل الحاجة اللي تخليك فرحان أكتر. يعني الهدف الأساسي إن أنت تكون فرحان في المسار اللي أنت ماشي فيه. عايز ادي كده مثال بس صغير للكلام اللي انا لسه قايله من شويه، ان مثلا لو انا اتجوزت مثلا بسبب اجبار من عيلتي، هاجي مثلا كمان 5 سنين او من قبل كمان 5 سنين هحس ان انا فشلت في حياتي. لكن لو انا مثلا لا، انا عايز اتجوز، انا عايز يبقى عندي عيال، انا عايز اكون اسره، هاجي مثلا بعد 5 سنين هقول لا انا كده نجحت في حياتي. فالنجاح اللي هو بيكون ايه، ليه علاقه بانت عايز تعمل ايه. دي حاجة تانية أنا نسيت. المهم كمل أنت. هي دي نقطة برضو، يعني اللي هو إن أنت تتجوز في سن ال20 عشان غيرك بيتجوز في سن ال20. إن أنت تشتغل في سن ال20 عشان غيرك يشتغل في سن ال20. إن أنت تكون اتخرجت في سن ال20 عشان غيرك اتخرج في سن ال20. أنا شايف إن ده كله غلط. أنا شايف إن أنت تعمل اللي الحاجة اللي تكون مناسبة معاك أنت، مش مناسبة مع غيرك. غيرك ممكن يكون ظروفهم مختلفة، وممكن يكونوا استعجلوا في القرارات بتاع كمثال الجواز وكده، ان هم يعملوه في سن مبكر، وتلاقيهم في الاخر ولا جاهزين ولا مؤهلين ان هم يبقوا راجل بيت او ست بيت، او ان هم يبقى عندهم عيال اصلا ويقدروا يعتنوا بالعيال دول. يعني انا شايف ان انت اعمل الحاجه حسب ما ظروفك تكون ملائمه ليها. ما تعملش ما تقارنش نفسك بغيرك من الاخر. مقارنه بالغير دي متهيألي انا شايف انها بتؤدي للفشل. بتؤدي للفشل والاحباط. يعني ممكن تكون انت اصلا مش قد ان انت تعمل حاجه معينه، وتشوف غيرك اللي هم ظروفهم مختلفين عنك، وتقعد بقى تقول انا ليه مش زيهم والكلام ده. فانت يعني ما تخليش غيرك يحبطك وخليك ماشي انت في مسارك مع نفسك.
بس في نقطة برضو مهمة دوحة لفت نظري ليها، اللي هي ايه اللي هو ما تسيبش التعليم وكمل فيه. مش بمعنى الكلام اللي بنقوله ده ان انت تسيب التعليم وكده. فده هيودينا على النقطة بتاعت آه يعني انت بتشتغل شغلك ده عشان عندك شغف فيه، ولا عشان تجيب فلوس وخلاص؟ في نقطة برضه أنا عايز معلش أقولها قبل ما، عشان أنا كنت نسيت ومتهيألي كده افتكرت النقطة اللي أنا كنت عايز أقولها. إن أنت مثلا لازم تكون واثق إن أنت عندك فعلا حاجة عايز تعملها، وبعد كده يعني تفكر صح إذا كان القرار إن أنت عايز مثلا اللي هو تسيب الكلية ده صح فعلا ولا غلط. لكن ما تكونش ما فيش مثلا هدف عندك اصلا تلجأ لريسك ان انت تسيب الكلية. لان اصلا الكلية اللي انت هتسيبها دي اصلا هي المفروض ان هي بتجيب لك مصدر دخل او بتجيب لك يعني شغل وكده. فلازم لما تكون هتسيب الكلية تكون فعلا ضامن ان انت لو سبتها ان ده الاحسن ليك. في برضه نقطة مهمة وحساسة، يعني أنا عايز أتكلم الجمهور فيها، اللي هي إيه. ايها الجماهير العريضة. لا لا، هو موضوع حساس فبلاش هزار. بص، في موضوع مهم برضه حساس عايز أتكلم الجمهور فيه، في حتة إيه، إن الناس ناس قبل كده سمعنا عنهم عشان ما عرفوش يجيبوا درجة معينة في الثانوية العامة، ما عرفوش يخشوا كلية معينة، ما عرفوش يرضوا توقعات عيلتهم والمجتمع. خليني أقول لكم برضو، أي حد دلوقتي حاسس بضغط نفسي نتيجة التعليم، نتيجة الحاجات المتوقعة منه سواء من عيلته أو من المجتمع، إن هو يحط في دماغه حتة إن دي مش نهاية العالم. لو أنت فشلت في الكلية دي مش نهاية العالم. لو أنت فشلت في الثانوية العامة دي مش نهاية العالم. في ناس غيرك فشلوا في المسار الأكاديمي ده وعرفوا يلاقوا حل. يعني مش يعني عرفوا يلاقوا حل ازاي؟ اشتغلوا في حاجة تانية لقوا نفسهم فيها، اشتغلوا في تسويق، اشتغلوا في ما اعرفش كول سنتر، اشتغلوا باللغة اللي هم متعلمينها. اكيد انت عندك ميزات ومواهب تقدر تستغلها. بتعرف ترسم، بتعرف تقرا، بتعرف تكتب، بتعرف يعني في حاجات تانية متنوعة تقدر تعملها بعيدا عن التعليم وكده. هو انا بشوف ان الموضوع ده اصلا صعب يعني، او ابعد ما يكون ان انت تدي لحد كده نصيحة وتقول له دي مش نهاية العالم. يعني انا شايف اللي بيكون عنده ميول ده بيكون تعبان او محتاج يعني يزور دكتور نفسي. لو جيت سألت كده نفسك ايه اللي حصل مثلا لما ما دخلتش كلية؟ ها، ما حصلش حاجة، فاهم؟ ايه اللي حصل لما مثلا البنت اللي بتحبها قالت لك مش هينفع ان احنا نكمل؟ ما حصلش برضو حاجة. فما فيش اي سبب منطقي ان حد عشان ما دخلش كلية او علشان واحدة مش عايزة تكمل معاه. فانا شايف ان الموضوع ده مرتبط بكيمياء في الدماغ. فحله ان انت تزور دكتور نفسي، بس مش تقليلا من مشاكل الناس، بس على قد ما انت بتحط المشكلة في مكانها الصح. ده اللي انا بتكلم فيه. انا فاهم، بيبقى نتيجته غير منطقية، بس الفكرة ايه، ان في ناس بيبقوا مضغوطين فعلا من اهلهم ومن المجتمع في حتة ان هم لازم ينفذوا حاجة معينة. بيبقى شايفين ان هم لما يفشلوا في تنفيذ الحاجة دي ان هم خيبوا امل اهلهم وعائلتهم وكده. فساعتها يعني ما بيبقوش لاقيين حل تاني يعملوه. فانا يعني عايز برضه اقرر نفس اللي قلته، ده مش نهاية العالم. وبرضه عشان اصلح حاجة دوحة قالها، يعني حتة ان بنت ما وافقتش عليك او ولد أو بنت ما وافقتش عليك، او مثلا ما عرفتش تخش الكلية انت عايزها. دي مش معناه ان دي مش مشكلة، هي مشكلة اكيد، بس اللي انا عايز اقوله هي صح مشكلة بس مش نهاية العالم. يعني انت لسه عايش، لسه بتتنفس، لسه بترمش، كل الوظائف بتاعتك شغالة، انت تمام. يعني ده مش نهاية العالم. في ناس عندهم أمراض مزمنة بتحصل لهم، ومع ذلك بيفضلوا عايشين وبيتصرفوا، بيلاقوا حل، بيحلوا المشكلة بتاعتهم، بيشتغلوا عادي، بينجحوا. فالفكرة إن أنت بص دايما على الأقل منك و... وخليك ممتن للي أنت فيه حاليا كده يعني. النقطة اللي بعدها، في ناس تلاحظهم إن هم
كتير مننا تلاقيهم بيشتغلوا عشان مجرد يجيبوا فلوس. نادرا ما تلاقي حد عنده شغف في الحاجة اللي شغال فيها. ممكن أكيد في ناس تلاقي عندهم شغف في التعليقات، يعني أكيد هلاقي ناس عندهم شغف في اللي هم بيعملوه وهيناقضوا الكلام اللي أنا بقوله. بس الفكرة إن أنا اللي ملاحظه إن ناس كتيرة بيشتغلوا عشان فلوس بس. يعني الحاجة اللي بيعملوها دي ممكن يكونوا موهومين ان هم عندهم شغف فيها، ممكن ما تكونش دي الحاجة اللي هم بيحبوها فعلا. يعني لو حاولوا يجربوا حاجات مختلفة ممكن يكتشفوا ان هم بيحبوا حاجة تانية خالص. انا شايف ان اهم حاجة في الحياة الفلوس 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 دي اهم حاجة. فلازم لما تبقى شغال شغل، حتى لو كنت شغال الشغل ده شغف، لازم يكون بيجيب لك فلوس كتير. لازم لو انت شغال حاجة بتجيب لك فلوس قليلة، ولو انت شايف شغفك فيها سيبها فورا واشتغل حاجة تجيب لك فلوس كتير. انا مش متفق مع الكلام ده حقيقة. يعني انا شايف ان انت لو بتشتغل وظيفة عندك شغف عالي فيها وبتجيب فلوس محدودة، انا شايف ان انت طالما حابب الحاجة اللي انت بتعملها تكمل فيها. يعني لو قدرت ان انت تجيب حاجة بنفس الشغف وفلوس اعلى اكيد روح لها. بس الفكرة ان اقول لك على حاجة طيب. مم. لو انت مثلا شغال شغل بيجيب لك 2000 جنيه ونص مثلا، هتقول لي ايه ده، هو في كده؟ اقول لك اه، في ناس بتكون شغاله الشغل ده تمام، وممكن على فكره اللي هو ايه تروح شغل تاني يبقى مش حابه بس يجيب لك 10000 جنيه. انت هتسيب انهي واحد؟ انا في كده موقف حصل معانا. اخويا جه كده كلمنا في يوم وقال لنا انا عملت حادثه تمام، ولو ما كناش احنا معانا فلوس فاهم، ما كناش هنعرف نعمل له العمليه دي. فلازم يكون معاك فلوس، يعني لازم الشغل اللي انت بتشتغله يكون معاك فلوس. لو انت مش بتجيب فلوس كتير قوي يعني، بس بتجيب فلوس ويعني الفلوس دي عارف تكفي بيها نفسك، فخلاص تمام ماشي، ما عنديش مشكله. انا نفسي كده، يعني انا ذات نفسي شغال شغل انا حابه بيجيب لي فلوس حلوه، بس مش بيجيب لي فلوس كتير قوي يعني، فتمام. انا عن نفسي تمام. لكن لو هتشتغل مثلا شغلانه اصل انا بحبها وبتجيب لي 2000 ونص، طب ما طز فيها يعني. انا متفق معاك فعلا ان لو شغلانه 2000 ونص تسيبها، يعني تروح لحاجه اعلى منها. فده يخلينا نقول ان الشغف والفلوس للاسف مش ماشيين مع بعض في خط مستقيم. لا، تحس ان يعني تحس ان انت عشان تجيب فلوس اكتر الشغف بيقل، عايز تجيب شغف اكتر الفلوس بتقل. فده يودينا على السؤال اللي هو برضو، لو انت ما كنتش محتاج فلوس خالص كان ايه الحاجة اللي ممكن تكون بتعملها دلوقتي؟ يعني لو كانتش الفلوس دي مطلوبة، تتخيل نفسك بتعمل ايه؟ لو ما كانتش الفلوس مهمه انا ما كنتش هشتغل اصلا. بالظبط اه. كلنا نقعد كده ما نعملش حاجة، نقعد على الموبايل. بجد، لا بجد فعلا كنت هقعد اكلمكم كل يوم واقول لكم يلا ننزل نقعد في الشارع شويه ولا في القهوه. هو سؤال خيالي، سؤال خيالي الحقيقة. والأسئلة اللي هي الخيالية دي تحسها إنها أسئلة متخلفة أساسا. اللي هو حد يقول لك لو ما كانش فيه حروب في العالم، لو ما كانش فيه، لا يا حبيبي الحاجات دي موجودة يعني. للأسف يعني السؤال نفسه مش هيخلي الحاجة دي حقيقية. الحاجات دي مش موجودة في العالم اللي احنا فيه يعني. نقطة مهمة برضو اللي هي تأثير السوشيال ميديا علينا في المسار اللي احنا بنمشي فيه. يعني كمثال ايه، طبعا احنا كلنا مش كاملين، احنا كلنا عندنا عيوب. فتيجي تلاقي مثلا ايه، تفتح انستجرام او فيسبوك، تكون عندك يعني تقوم تقلب كده في الصفحة تلاقي ناس اللي جسمه رشيق، اللي معرفش بيتسلق الجبال، اللي معرفش متصور مع معرفش شنطة فلوس. وتيجي تفتكر ايه ان الناس دي حياتها كده كل يوم، وتتأثر بالمناظر اللي انت بتشوفها، وتحبط في حياتك، تحس ان انت يعني ما بتعملش حاجة في حياتك زيهم. انا شايف ان اصلا يعني الموضوع ده بيكون خداع جدا. يعني انا فاكر قبل كده كان في واحد عامل قناة يعني، وكان بيتكلم فيها اللي هو ازاي يعني تهاجر وكده تمام. فكان بيقول من وسط الكلام يعني ان هو كان في فترة بتيجي عليه
كان بيقعد ينزل كل يوم فيديو، كل يوم ريل، وكل يوم صورة من حتة شكل. فكان في ناس كانت بتبقى مستغربة، اللي هو انت بتلحق تعمل ده كله ازاي وكده؟ طب وصلت ازاي؟ طب عملت ايه؟ هو الفكرة ان كان في يوم واحد بس او يومين هو سافر فيه وخد كل الصور دي كلها، واصلا ما كانش معاه فلوس ان هو يسافر. فكلم حد من على ابلكيشن كده او من على موقع متهيألي، بيخليه يروح مثلا يقعد مع حد، يعني يقعد مع حد كده يستضيفه يعني وكده، اجنبي وكده. فهو عمل كده، ما كانش معاه فلوس حتى ان هو يأجر شقة يوم واحد حتى. فاللي انت بتشوفه من الصورة او من الفيديو، انت مش عارف ورا الكواليس دي في ايه حصل. ساعات كتير قوي تبص تلاقي ترند كده ان فلان ده مش عارف ايه، تيجي تشوف بقى الصور بتاعته، ان بص تلاقيها في اماكن حلوة، ومثلا هو تلاقيه فرحان بقى في الصور دي وبيضحك. فتقول ازاي ده؟ فاهم؟ فهي المظاهر في النت وكده بتكون خداعة يعني لأقصى درجة. بالظبط. يعني انت تيجي تفتح السوشيال ميديا تلاقي ما اعرفش اللي متجوز مع خطيبته، اللي انا قلته، اللي متصور مع خطيبته، اللي متصورة مع خطيبها، جوزها، ما اعرفش، حاجات كتيرة، اللي جسمه ما اعرفش رشيق، اللي بيروح الجيم كل يوم. اللي انت بتشوفه ده زي ما دوحة قال مظاهر خداعة يعني. ما تخليش نفسك يعني يضحك عليك وتيجي تبص على الناس دي وتقول انا ما اعرفش حياتي بائسة والكلام ده. لا يا عم، يعني الناس دي زيك 100%. اكيد هتلاقيهم بيقعدوا على السرير على الموبايل برضو، ويقلبوا في حاجات، وممكن تلاقيهم اوقات مش لاقيين حاجة يعملوها، في ابس وداونز في حياتهم، حياتهم طالعة نازلة برضو زي اي بني ادم تاني. هم ذات نفسهم برضو بيكون في رول موديلز، هم قاعدين برضو عمال بيبصوا عليهم ونفسهم يبقوا زيهم وعايشين نفس عيشتهم. بالظبط. وفي منهم كمان اللي هم استخدموا الفوتوشوب ان هم يخلوا جسمهم شكله احسن، ان هم يعدلوا في الصورة يخلوها تظهر بشكل غير اللي اتصورت بيه. دول الناس فعلا يعني زي ما بيسموهم سكام باجز من الاخر، اللي هو وطبعا الاضاءة والميك اب وما اعرفش الحاجات دي كلها والبلاستيك سيرجري الكلام ده كله يعني. آه، فيعني ما تخليش السوشيال ميديا، يعني لو تقدر ما تقعدش على السوشيال ميديا اصلا. انا بالنسبه لي ما بقعدش على السوشيال ميديا خالص. وبفضل كده الواحد ما بيقارنش نفسه بغيره خالص، ولا بيحبط ولا اي حاجه. يعني ممكن تلاقي دوحه يقول لي انت مش عايش ومنعزل وما تعرفش حاجات كتيره زي ما انا اعرف. يعني خليني اقول لك يا دوحه ان لولا ان انا عازل نفسي عن الحاجات دي كان زمان الواحد جاله اكتئاب واحباط. فممكن ده تفسير للعزلة اللي الواحد عاملها لنفسه عن الحاجات دي وكده يعني. ما تقعدش من الاخر تتفرج على انفلونسرز اللي هم الناس المشهورين على النت دول، اللي بيقعدوا ينشروا صور وبتاع. يعني مثلا لو انت قد ان انت تقلدهم ماشي يا سيدي، اتفرج عليهم، ممكن يكونوا لابسين هدوم ممكن تعجبك، ممكن تصوروا بطريقة معينة انت تقلدهم فيها. فالفكرة ان انت يعني ما تحدش نفسك بناس ما تقدرش تقلدهم ولا تعمل زيهم على الاقل. وكمان انا شايف موضوع ان انت تقلد غيرك ده ملوش لازمة اصلا. انا شايف ان انت تخليك نفسك وتعمل وتختلق انت حاجات جديدة. مش لازم تعتمد على غيرك عشان تعمل حاجات معينة وكده. المهم يعني أكيد كلنا حاسين إن إحنا تايهين وحياتنا روتينية، مش عارفين إحنا بنعمل إيه. الناس كتير بتحس بالموضوع ده خاصة اللي هم الصغيرين في السن، سواء مراهقين أو شباب. الشعور ده متداول بينا، وأنا نفسي أقدر أقول إن أنا عندي نفس الشعور ده. يعني ما تقلقوش، الموضوع ليه حلول متعددة. يعني كمثال إن أنت تجرب حاجات جديدة، يعني جرب تتعلم ترسم، جرب تقرا، جرب تتعلم مهارة جديدة. شوف كده انت ايه الحاجة اللي انت حاببها تقدر تعملها بجانب التعليم او الشغل. سلي نفسك. يعني بالتالي التردد ده اكبر عدو للبني ادم، والافكار الوسواسية اللي بتحصل في الدماغ. انا المشكلة دي ما بتقابلنيش كتير صراحة، كل فين وفين. انا ببقى محوط نفسي باللي هو اغاني،
صحابي مثلا، فدول بيلهوني يعني عن إن أقعد أفكر في الكلام ده أو كده. وبرضه انت لو ما عندكش اصحاب خالص، يعني زي ما انا قلت، اعمل حاجات مع نفسك، يعني اتفرج على فيديوهات، اقرا، ارسم، العب رياضة. مش بعيد تلاقي شغف في حاجة من الحاجات دي، وبعدها يمكن تخش في دايرة اجتماعية وتتعرف على ناس جدد. طبعا يعني بعد الحاجة دي، ان انت طبعا ما تبصش على غيرك ولا تقارن نفسك بغيرك، تقلل ضغط المجتمع عليك من الآخر. البنت محتاجة النصيحة دي أكتر، إن هي ما تفتحش النت كتير، عشان بيبقى عندهم وقت كتير قوي إن هم يقعدوا لوحدهم ويفتحوا النت، فبتلاقيها بتبحث كتير بقى عن انفلونسرز وتبقى متأثرة بيهم وعايزة تبقى زيهم وكده، مقارنات بقى بتشتغل كتير وكده. يبعدوا عن السوشيال ميديا عشان ما يتأثروش بيها جامد وما يكتئبوش يعني. هو فعلا دي نقطة، يعني البنات بيقدروا إن هما يغيروا في شكلهم جامد، يعني متعرفهمش بعدها، اللي هو تلاقي شكلهم بقى يعني بيحولوا نفسهم من شكل لشكل تاني خالص بالميك اب والحاجات الغريبة اللي بيعملوها الفترة دي، سواء البنات مع بعضهم البعض، يعني ما يبصوش على واحدة وهي حاطة ميك اب ولابسة أحسن زي والكلام ده، إنها أحسن منها وأحلى منها. لأ، يعني كل واحد مميز في حاجة، والفكرة إن جمال الجسد مش زي جمال الروح من الآخر. وطبعا أخيرا وليس أقل أهمية، إن أنت تتقبل إن أنت ممكن تغير طريقك، يعني مش لازم تمشي على الطريق اللي متحدد لك. أنت الطريق متفرع، مش طريق واحد، الطريق متفرع كذا فرع كده، تقدر تمشي في الفرع ده والفرع متفرع هو كمان، والمتفرع منه متفرع. يعني الاختيارات اللي قدامك ما لا نهائية من الآخر، مش محدودة زي ما أنت متهيألك يعني. شكرا لكل واحد اتفرج على الحلقة دي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتعليق. قولوا لنا إيه رأيكم في شكل التمبلت الجديد. اه، يلا باي باي.